لشهدائنا الأبرار شهداء ثورة الكرامة والحرية. نعم أخي الكريم، المجرم بشار الأسد نفذ اليوم عملية وحشية، هي عملية إبادة جماعية تندى لها جبين الإنسانية لقرية بكاملها، هي أشد وحشية من مجزرة الحولة. هو اتخذ الإرهاب الممنهج وسيلة، ولكنه سيسقط بإذن الله تعالى. نعم، اليوم قام النظام المجرم اللا شرعي باستخدام الدبابات والمدفعية من محورين لقصف قرية القبير في ريف حماه التي تبعد 3 كيلومتر عن قرية معرزات، حيث قصف قرية معرزات وقرية القبير بالدبابات وبالمدفعية وراجمات الصواريخ، ومن ثم استخدم الجيش والأمن والشبيحة التي المتواجدة في قرى تويم، أصيلة، السكين، الساروت، ونفذ اقتحام لهذه القرية التي يبلغ عدد سكانها 20 عائلة. عدد الشهداء منها حتى الآن 78 شهيد، 20 امرأة، 20 طفل، حرق الجثث، تمثيل بالجثث، القضاء على الأطفال بالرصاص الحي، تحشيم بالعصي بعد القتل. هذه أعمال لم يعملها هتلر في الزمان، لكنني أؤكد لأبناء تلك المنطقة المجروحة بأننا بإذن الله سنسقط بشار الأسد وسيندم على هذه الأفعال وهذا الإجرام الذي يسكت عنه جميع البشر وكل دول العالم. تعطينا تفاصيل أكثر عن كيفية اكتشاف ذلك، كيفية نقل الجثث من تلك المنطقة؟ نعم أخي، يتم الآن نقل، وأحذر النظام وأحذر العالم بأسره، وأدعو المراقبين الدوليين بالإسراع إلى مكان المجزرة الآن وقبل الصباح. تم نقل عدد من الجثث، حوالي 33 جثة حتى الآن، من مكان المجزرة إلى قرية إلى مكان مجاور، ويتم توثيق ذلك. قام النظام بتحريك الحاجز المتواجد بالقرب من قرية المجزرة بالدبابات إلى قرب تلك المنطقة، ومن ثم تحريك حاجز آخر من قرية تدعى أصيلة باتجاه معرزات وباتجاه تلك القرية، وقام القصف من الجهتين، ومن ثم سمح للجيش والأمن والشبيحة بدخول القرية واستباحتها، ومن ثم سحبوا بعض الجثث معهم وذهبوا إلى قراهم هؤلاء الشبيحة والأمن. طيب العدد الآن غير نهائي، والباقي الآن يسحبه الثوار وأبناء المنطقة إلى منطقة قريبة سيتم نشرها للإعلام بعد توثيق الفيديوهات ومكان الجرم. لذلك أدعو من خلال قناتكم الكريمة المجتمع الدولي للوقوف وقفة إنسانية، وأدعو المراقبين الدوليين للإسراع إلى تلك المنطقة، وإلا ستفلت الأمور من زمامها. طيب العدد نهائي بالنسبة إليكم أم أنتم تحصون الأعداد كلما تم نقل الجثث؟ توثيقه حتى الآن 78 جثة. أؤكد أنهم منهم ما هو موثق عائلة كاملة من آل الحسين أو أولاد حسين اليتيم، وهي 7 أشخاص، 3 نساء وأطفال إحداهم، وهم 9 أطفال من عائلة أفضل حسين الصيد، وأكثر من 10 نساء أخريات. العدد الموثق حتى الآن 78 شهيد وقابل للزيادة. طيب أنت من الجيش السوري الحر، هل علمتم إذا كان هناك أي اشتباكات تمت في تلك المنطقة؟ أخي الكريم، هذه القرية لم يحصل بها أي اشتباك. أنا من الجيش الحر وأيضا ابن هذه المنطقة. لم يحصل أي اشتباك في هذه المنطقة، والجيش الحر بعيد عن هذه المنطقة تماما، إلا أنها عملية انتقامية من جيش الخائن بشار الأسد وزبانيته وشبيحته. لا يوجد أي اشتباك في تلك المنطقة. هذه القرية صغيرة جدا موادعة سلمية، وهي خط حدودي، وهذا تهديد بشار الأسد بالحرب الطائفية. أشكرك جزيلا للآن الرائد ماهر النعيمي من الجيش السوري الحر على هذه المعلومات التي وفيتنا بها للآن.